تخيل تدخل محل عصير قصب تطلب شفشق متلج وعطشك، فتلاقي اليافطة اللي مكتوبة بخط رقعة فوق راسك بتقول أكادوا من فرط الجمال أذوب، وصوت إنشاد صوفي تقيل شغال في الخلفية يسطل دماغك. ثانية واحدة، هو ايه اللي جاب الشعر الصوفي والابتهالات العميقة لعصيرات القصب والشارع المصري؟ وليه القصب بالذات يعني تخيل مثلا كده معايا بتشرب عصير فراولة ولا دم باللبن، أكيد مش هتشربها على صوت ياسين التهامي. بس هنا نسأل ازاي تحول طقس صوفي رفيع لإكسير المزاج الشعبي ورمز للروقان عند المصريين؟ والأهم من ده كله، مين صاحب اللحظة دي؟ وليه 90% من الناس حافظين اسم غلط خالص للمنشد الحقيقي للأغنية دي؟ أنا محمد، ده برنامج كوكتيل. دوس لايك واستنى معايا عشان نعرف القصة دي. ارتبط مشروب المزاج والطاقة العالية عصير القصب بصوت عميد المنشدين وسلطان العاشقين الشيخ ياسين التهامي. بقت المحلات في وجه قبلي وبحر تشغل كلماته، والكوميكس على السوشيال ميديا أفشاه، ودايما بتربط ما بين كوباية عصير القصب وبين سلطنة وتجليات الشيخ ياسين التهامي، لدرجة إن ابنه محمود في لقاء من اللقاءات صرح وقال اللي يغش في تجارة بيع القصب ما يستحقش يشغل ياسين التهامي في المحل بتاعه. ايه بقى قصته ياسين التهامي ده؟ ياسين التهامي ترعرع ونشأ في قرية صغيرة في مركز منفلوط بأسيوط، وعاش واتزرع فيه حب الأناشيد الدينية من صغره بسبب أبوه تهامي حسنين اللي كان دايما بيعمل حلقات ذكر ومديح في قلب البيت ووسط البيت عنده. حافظ القرآن الكريم وتأثر بشعراء أقطاب الصوفية زي ابن الفارض مثلا والحلاج ومحي الدين العربي. لو فاكر بقى ان الناس كانت بتسمع او بتدور على ياسين التهامي في الكاسيت والكلام ده تبقى غلطان. ياسين التهامي عنده جيش بحاله، في دراويش بيسافروا وراه 300 كيلو من بلد لبلد ومن قرية لقرية ومن مولد لمولد، حتى في عز البرد يفضلوا مقفقفين كده. اول ما يسمعوا اول بيت شعر من ياسين التهامي بيتحولوا على طول كأن في روح تانية لبستهم. هتقولي بيعرفوا بقى منين مواعيدها؟ اقولك ان بيبقى في زي جدول ليالي للمناسبات اللي زي دي بين الشيخ ياسين التهامي وبين بقية الشيوخ برضو في القرى والحاجات اللي زي دي، وهم على طول اول ما يعرفوا الجدول شد يا باشا العربية، شد الميكروباص، أجر، يلا بينا يلا بينا. بس المفاجأة هنا بقى إن الأغنية اللي كلكم عارفينها أكادوا من فرط الجمال وأذوبوا دي مش بتاعت ياسين التهامي أصلا. صاحب الابتهال الأصلي ده هو المنشد الشيخ علوة ثابت، منشد في قرية صغيرة اسمها بني في أسيوط برضه. بدأ حياته في قصور الثقافة وانطلق بفرقته سنة 79. الشيخ علوة ثابت هو اللي قدم الابتهال ده وانطلق بيه من الصعيد لكل مصر، بس لأن مدرسة ياسين التهامي هي البابا وأتباعه بالملايين فخلاص هي بتاعت ياسين التهامي. إنما بقى لو رجعنا لعصير القصب، عصير القصب ده بالنسبة للمصريين مش مجرد مشروب عادي ساقع بيروي العطش، ده هدنة بسيطة للعابرين في الشارع، استراحة محارب، قيلولة، تقدر تعتبره زي ما انت عايز. هو يعتبر إكسير نشاط وفي نفس الوقت، وده المهم، على قد الجيب. من أول ما العصارة كانت يدوي لحد دلوقتي، وسواء في الشوب الكبير ده أو في إزازة أو في كوباية. الطقس ده أبا عن جدا موجودة في الشعب المصري، بس ده النص الحلو. في النص التاني الأحلى، إن كل ده ما ينفعش غير وأنت بتسمع ابتهالات الشيخ ياسين التهامي من قلب كل معصرة في مصر. ياسين التهامي لما بدأ سنة 73 مع والده كان عنده وصية ليه جامدة أوي، إن هو ما يتخلاش عن الكلمة الصوفية والشعر الصوفي. لما اتعرض عليه أغاني تجارية كتير ومن ملحنين عمالقة زي عمار الشريعي ورفضها، لأنه رفض يتخلى عن الكلمة الصوفية ومعانيها اللي جواها. الراجل ده لما كان بيطلع إشاعة عليه إن هو مات كان بيتعامل معاه بمنتهى البساطة. فمرة في 2020 طلع إشاعة إن هو مات، قام طلع بفيديو قصاد مسجد الحسين قال لك يا جماعة أنا أهو. في النهاية يفضل عصير القصب والإنشان الديني هما ميكس ممزوج ما ينفعش تفصل الاتنين عن بعض في الشارع المصري بالذات. المرة الجاية بس وانت بتروي عطشك وبتشرب شوب قصب متسلطن من أناشيد ياسين التهامي افتكر إن هي مش بتاعته، إن هي بتاعت الشيخ علوة ثابت. متنساش بس في الآخر تعمل لايك، سبسكرايب. سلام.